السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغلى اخواتي واحلى متابعين في الدنيا. يا رب كلكم تكونوا بخير. انا عارفه طبعا ان انا مقصره جدا معاكم في الفيديوهات، بس معلش بقى الجو حر والواحد بيعمل الاكل وبيجري من المطبخ. بس جات لي رساله على الصفحه بتاعه القناه، وواحده بتقول لي انا جارتي مش سايباني في حالي، وكل شويه باصه للدليفري اللي بتاع الصيدليه مثلا طالع نازل. بس مش مكتوب طبعا ان ده بتاع الصيدليه، هي مفكره ان الدليفري ده اكل او حاجه زي كده يعني. فبتقعد تسالها يا اختي الدليفري طالع نازل معرفش ايه، فطبعا هي اتضايقت من السؤال ده فما بقتش ترد. فبتقول لصديقه ليها يعني دي بتقول لي كذا وكذا. راحت صديقتها قالت لها اعملي حيله كده ثعبانيه، قالت لها بصي لما تخلصي اي علاج حطيه في شنطه وحطيه قدام الباب علشان هي تشوفه. فطبعا الجاره اللي هي حشريه وبتتدخل في كل حاجه بصت طبعا على الكيس كالعاده، فبتقول لها ايه ده، هو الادويه دي من عندك؟ قالت لها اه. طبعا يا عين الست يعني ما قدرتش ان هي تقول لها، لسه ما كملتش يعني، عايزه تقول لها انا تعبانه ومريضه وكده. طبعا التانية على طول تقول لها يا نهار ابيض، ده الادويه غليت. انت عارفه الادويه اللي انت جايباها دي تعدي ال1000 جنيه وشويه. تعرفي ان انا لو عايزه اجيب ادويه ولا اي حاجه من الغاليه دي، ده انا ممكن احرم عيالي من الاكل يومين. لا حول ولا قوه الا بالله. الست طبعا اتصدمت اتصدمت. ردوا بقى في الكومنتات تقول لها ايه وتعمل ايه علشان تبعد عنها. وما تنسوش تصلوا على النبي.